ايه ده؟ استني بس هفهمك. انت اخر واحدة كنت تتوقع انها تعمل فيا كده. اعمل فيك ايه يا عبيطة؟ انت مش فاهمة حاجة. انا مش عايزة اسمع حاجة ومش عايزة اعرفك تاني. انسيني خالص. شغل بقى بوستات وتلقيح، وكنت شايلها في عينيا وظنت فيا ظن السوء. امال لما كنت شايفاكي بعيني. وبعدين بقى في حاجة يا رودي؟ لا لا لا. مفيش حاجة. انتي كنت جالي اصلا. كنت عاوزة اقولك ان في تذكرة اتحجزت على اليابان باسمك. دلوقتي هكتب ورقة اكتر هدف نفسي احققه في الحياة: اسافر اليابان. ان شاء الله هحققه قريب. انا هقولك على حاجة مجنونة عملتها، بس بجد هي افكتيف جدا، عاملة كده زي السحر. انا بحب دايما اكتب اهدافي في ورقة واعينها معايا في المكتب، وكل شوية ابصلها. كل ما اتعب من الشغل والمذاكرة وكل حاجة ابص الاهداف بتاعتي علشان بتهون عليا رحلتي. وعلى فكرة حققت جزء كبير جدا من الاهداف دي بنفس الطريقة. انتي بتفتشي في حاجتي، انتي واخدة بالك انتي بتعملي ايه؟ بتفتشي في حاجتي، جاي تاخدي ايه منها؟ انا انا اسفة قوي، كنتش واخدة بالي وما كنتش فاهمة. انا عارفة ان اعتذاري مش مبرر، بس برضو يعني ممكن تسامحيني. انا على فكرة كنت حوشت فلوس الرحلة وكنت خلاص هحجز، بس بما انك حجزتيلي تذكرة انا هحجز لك التذكرة بتاعتك ونسافر احنا الاتنين مع بعض. يلا بينا.